السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وافضل حال. وحشتوني 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 من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وافضل حال يا رب، اللهم امين. النهاردة كده عايزة اقول لكم ان انا جايه لكم كده بتقسيمة حلوة جدا للحمة والفراخ بتاعة الشهر. فرقت معايا جدا جدا في مصاريف البيت، وكمان في وقتي ومجهودي. بدل ما كل يوم كنت احتار هجيب ايه وهطبخ ايه، واسعار اللحمة والفراخ كل شوية تتغير، لا، بجيبها كده بالشهر من اول الشهر، وتفضل عندي كده طول الشهر كله كده. اجيبها واقسمها كده من البداية على وجبات. النهاردة بقى هوريكم جبت ايه وقسمت ازاي، وازاي الطريقة دي ممكن تساعدنا ان احنا نوفر فلوس ووقت ومجهود طول الشهر. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو اول مره بتشوفيني بقى، انا ام جنى، ودي قناه ست بيت لهلوبه. اتمنى تاخدي لك لفه في القناه، وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك يا ست الكل، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونشوف جبنا ايه. اول حاجه كده جبتها يا بنات هي 2 كيلو لحمه قطع، اللي هي الحمرة دي، والاتنين كيلو دي الكيلو عاملة 380 جنيه. وطبعا كان في ب340 اللي هي ملبسة شوية، كنت جايباها الشهر اللي فات، بس الشهر ده ما جبتهاش عشان خاطر ولادي ما كانوش عايزين ياكلوها، وكانوا بيقعدوا يشيلوا منها كده الحتت الملبسة. فروحت جايبه لهم بقى ايه 2 كيلو من اللي هي الحمرة دي، وهقطعها معاكم تقطيعه حلوة جدا، وهتشوفوا تقسيمتها عامله ازاي. وطبعا جبت منه قطعه دهنه كده، كل ما بجيب لحمه بجيب دهنه. اللحمه دي يا بنات بلدي. جبت كمان نص كيلو من السجق، ونص كيلو من الكبده، ونص كيلو من اللحمه المفرومه. السجق والكبده دي مستورده يا بنات. السجق الكيلو عامل 230، والكبده الكيلو عامل 280. تمام كده. وجبت كمان نص لحمه مفروم ب150 جنيه. تمام كده. السجق والكبده دول هعينهم زي ما هما كده، هعملهم غدوه كده مع بعض. ممكن بيكفوني غدوتين او يومين يعني. وممكن اعمل في المره ربع كبده وربع سجق مع شويه بطاطس محمره، يعني كده ايه، هيقضوا برضو على يومين، فاهمين؟ يا اما اعملهم كده على بعض ناكل منهم يومين ورا بعض، يا اما بقسمهم طبعا مع جنب الاطباق بقى الجانبيه، بتبقى اكله مشبعه وحلوه جدا. تمام كده. المفروم ده برضو هعمله عصاج. العصاج ده يعني بقسمه على مرتين. طبعا نص مفروم بتحط بقى عليه بصل و فلفل كده الوان او فلفل رومي عادي. طبعا الكميه بتزيد فبيتعمل على مرتين. بعمل منه حاجات كتير جدا جدا المفروم ده. طيب انا كل مره بجيب كيلو مفروم، المره دي جبت نص بس، لان عندي في الفريزر ربع مفروم عصاج، وربع مفروم عادي كده لسه معصقتوش، ولسه يعني هشوف انا هعمل بيه ايه. عشان كده جبت نص بس مفروم. طبعا قبل ما بننزل السوق بتشوفي حاجاتك الموجودة عندك ايه، علشان ما تكرريش الحاجة وتزودي وتجيبي حاجة بالزيادة. وطبعا بفتح برضو التلاجة والفريزر اشوف انا عندي ايه. طبعا لما لقيت عندي نص كيلو مفروم اللي هو العصاج والعادي، فروحت جايبة نص مفروم بس. فلازم ومهم جدا يا بنات، ودي هتفرق معاكي جدا، ان انت قبل ما تنزلي تعملي جرد كده لمطبخك وتلاجتك والفريزر، وتشوفي ايه اللي موجود عندك وهتزودي عليه ايه عشان الحاجة ما تتركنش عندك. تمام كده. وطبعا هيوفر معاكي وتجيبي حاجة تانية. الا بقى لو انت حابه ان الحاجه دي برضو تخليها تستفيدي بيها مثلا في يوم عزومه او في وقت زنقات او حاجه زي كده. طيب هنا بقى جبت اللحمه بقطعها، انا بخليه يديهالي سليمه، وبحاول نخليه يقطعها لي كده رقيقه، علشان خاطر ان انا يا بنات بعمل منها شرايح كده بشويها في الصينيه، بتبقى حلوه جدا وبتبقى حلوه قوي، وبعملها بطريقه كده ما بتكشش ولا اي حاجه. كمان حتى لو انا هعملها مثلا كبسة، او هعملها مثلا مع مكرونة كده، او حتى هسلقها، لما بتكون رقيقة كده بتبقى حلوة جدا، وبتبقى القطعة كده مفرودة وحلوة، وبتستوي اسرع ما تكون كده حتة قطعة مكببة، فاهمين؟ فالطريقة دي بتبقى حلوة قوي. كمان انا مش بحب الجزار يقطعها، لان انا بقطعها في البيت بطلع منها كذا حاجة كده زي ما انتم شايفين. انا هنا بقطعها كده لشرايح بالطول، عامله زي الشرايح بتاعه الشوي، زي ما تكوني كده هنشويها. تمام. والحته اللي بتبقى معايا سميكه شويه بروح قطعاها كده بالسكينه 2، وببدا ان انا ايه
يعني اشرطها بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ايه، بتسهل عليا كتير جدا في السوا، بتبقى حلوه. عملت معاكم الاكله دي قبل كده، هسيب لكم الفيديو فوق اهو، في الايقونه اللي هتظهر على الشاشه دي، وهسيبه لكم كمان تحت الفيديو. الفيديو ده عملت فيه اللحمه كده، شويتها زي الستيك كده، شويتها في الصينيه وكانت حلوه جدا. عملتها بطريقه طباخين افراح مصر كده، بتبقى حلوه قوي. كمان هتلاقوا الوصفه دي موجوده على القناه بتاع الوصفات، بصراحه ممتازه. بعمل بقى جنبها رز بسمتي كده وشويه سلطه كده، بتبقى جميله وزي الفل. بتستوي وما بتاخدش وقت، وبيبقى طعمها حلو قوي. كمان ممكن تدخنيها كده بقطعه من الفحم، بتبقى زي كأنك شويها على الفحم بالظبط. تمام كده. عملت بقى الطبق ده كده. الطبق ده قطعت فيه الشرايح اللي انا هعملها ستيك كده في الطاسه، وطبق تاني هقطع فيه قطع كده برضو، قطع صغيره ان انا هبقى اعملها كباب حله. وطبق تاني برضو هعمل فيه قطع كده، برضو ما تبقاش سميكه قوي، يعني تبقى برضو شرايح بس تخينه شويه، علشان دي مثلا لو هعملها بقى في طاجن باميه، هعملها في طاجن بطاطس كده في الفرن، هعملها مثلا، يعني هعملها في طبيخ هطبخ بيها. تمام كده. فبتبقى حلوه جدا. التقطيعه بتاعتي كمان كده، اي قطعه لحمه كده فيها حته ملبسه، بروح قطع الحته الملبسه دي مع قطعه كده حمراء، دي بخليها عشان نعمل بيها كباب حله، بتبقى حلوه جدا وولادي بياكلوها مفيش اي مشكله. ولكن لو انا عملت قطعه لحمه ملبسه في الطبيخ او في اي حاجه، مش بياكلوها وبيقعدوا يشيلوا منها كده، يعني حتت السمين كده، زي ما بتبقوا عارفين كده. لو ولادكم عندكم مش بيحبوا السمين، هتلاقي لو اديتيهم حته لحمه فيها حته من السمين، هتلاقيهم عمالين يشيلوا منها كده السمين وبينسروا حته اللحمه وبيبوظوها. فلا، انا بعملها كده بالطريقه دي، بتتاكل الحمد لله، ما بيفتش منها حاجه. طبعا يعني معظم ولادنا ما بيحبوش السمين خالص، لازم أن تبقى قطعه اللحمه تكون حمرة كده معاهم. لكن انا بصراحه بحبها تكون يعني دسمه كده شويه، فبتبقى طعمها حلو. تمام. هقطع بقى كمية اللحمة دي معايا كده، وهقسمها لوجبات. هقسم معايا اللحمة دي كده، اللحمة هتكفيني 5 أيام في الشهر، يعني هعمل 5 أيام لحوم، اللي هي اللحمة، غير بقى الفراخ، غير الكبدة والسجق. فأنا معايا 5 أيام لحوم. أنا بمشي يا بنات البيت، ممكن يوم كده ويوم كده، يعني يوم بيبقى مثلا في لحمة او فراخ او سمك، ويوم تاني بيبقى حاجة مثلا اقتصادية، يعني مثلا هعمل مسقعة، هعمل كشري مصري، هعمل مثلا بابا غنوج وبتنجان مقلي وحاجات كده، هعمل يعني فاهمين الاكلات الاقتصادية كتير، ممكن كشري اسكندراني، حاجات من دي يعني بتنفع. يعني ممكن الكبدة دي مثلا اعملها على مرتين، واعمل جنبها مثلا بطاطس محمره ومكرونه بالصلصه، فبتبقى حلوه برضو، بتبقى جميله يعني. وبيتحسب ان هو بيبقى يوم اقتصادي، يعني فاهمين. لان كمان الكبده مثلا مش بتبقى فيه كتير قوي. الكبده دي كمان عايزه اقول لكم، ممكن تجيبوها شرايح وتعملوها كده بالرده او بالفيجيتار زي ما تحبوا. الناس اللي ما بتحبش الرده، بس هي بالرده بتكون اطعم بكتير. وتعمليها كده زي البانيه، بتبقى برضو حلوه قوي. وتبقى القطعه كده مع طبق مكرونه كده محمره او مكرونه بالصلصه، مع شويه بطاطس محمره كده وطبق كاتشب، بتبقى حلوه جدا. واكله كده غدوه بتبقى ممتازه. تمام. انا قسمت كده يا بنات اهو 4 اطباق، فيهم طبق هيقعد معايا يومين، يعني مضاعفه فيه الكميه. وكمان الدهنه بقى دي يا بنات سالتوني عنها كتير، انا بطبخ بيها. كل لما اجيب لحمه لازم اخد منه قطعه دهنه كبيره كده، وبحوشها عندي في الكيس، بقطعها لقطع صغيره كده وبحطها في كيس. اول ما الكيس ده يتملي معايا، يجيب كده كيلو 2 كيلو 3 كيلو، او الدهنه اللي عندي بتبتدي ان هي تخلص، بروح واخده الدهن دي كلها كده مسيحاها، وباخدها بقى وبحط عليها شويه زيت. انا عملت معاكم الموضوع ده قبل كده كذا مره، بتبقى ممتازه. بحط الزيت ليه؟ عشان تبقى خفيفه شويه وكمان تبقى طريه. وممكن احط معاها وانا بسيحها قطعه كده صغيره من اللي بتديها طعم حلو قوي. بصوا هنا، دي دهنه بتاعت اللحمه الكبيره اللي هي المصفره شويه، والبيضه بتبقى اللحمه الصغيره. والمره دي انا جايبه لحمه صغيره، فالدهنه بتاعتها بيضه. بحوشها بقى في الكيس ده كده، واول ما الدهنه اللي عندي تقرب تخلص، الكيس ده طبعا بيكون اتملى شويه، ببدا بقى ان انا اسيح وبخليها في الفريزر كده، بستخدمها بقى في الطبيخ. ومثلا لو هعمل كبده، هعمل حاجه، بتبقى حلوه قوي يا بنات. ما بطبخش بزيت ولا بسمنه، بطبخ بالدهن الحيواني دي. تمام كده. دي كده زي ما قلت لكم، الطبق ده الكبير ده هيكفيني يومين،
وكل طبق من دول هيكفيني يوم، يبقى كده عندي 5 ايام من اللحوم. هبدأ بقى اغلف الحاجات دي كده واعينها في الفريزر، والدهنة دي على طول بعبيها كده واديها على الفريزر، ما بخليهاش جنبي ولا اي حاجة، عشان خاطر الدهنة اللي كانت موجودة في الكيس من الاول ما تفكش. الطريقة دي حلوة جدا يا بنات، و يعني بتساعد معايا كتير قوي قوي قوي، وبتوفر معايا كمان في ان انا بقى اقعد اشتري سمنه والكلام ده. حتى لو هتلاحظوا في مشتريات الشهر بجيب علبه سمنه صغيره زي ما وضحت لكم في الفيديو بتاع المشتريات اللي فات. علبه السمنه اللي انا بجيبها دي اللي هي الصفايح دي، دي بخليها مثلا لحلويات او هعمل قرص او اي حاجه من دي. اما السمنه البلدي برضو اللي باخدها من وش اللبن انا بعملها، وبحوش كده برضو وش اللبن في علبة وبيطلع معايا، بعمل منه سمنة بلدي حلوة. بعمل بقى منها الرز، اعمل منها البيض الاومليت، في اي حاجة اكون عايزة معلقة سمنة بلدي كده باخد منها، بتبقى حلوة جدا. والطبيخ بقى كله عندي بالدهن الحيواني دي بتبقى حلوة جدا يا بنات، وبتخلي الاكل كده زي العسل. واكلات زمان بقى الجميلة بتاعتنا دي طبعا بالدهنة دي بتكون طعمها حلو قوي. والناس اللي بتجرب الدهنة وبتطبخ بالدهنه عارفه الكلام ده كويس. ويا ريت بقى تقولوا لي في الكومنتات ان انتوا بتطبخوا كده بالدهن الحيواني ده وبيطلع معاكم الاكل ايه. يعني لو انت فعلا بتطبخي بالدهن الحيواني قولي لي بطبخ بيه وبيطلع الاكل ممتاز او بيطلع معاكي ايه. بصوا بقى عندي بقى الستيكر ده بكتب عليه كده وبحط، عشان الحاجات دي لما بتتلج يا بنات ملامحها بتروح. يعني الطبق بيبقى متلج ما بقاش عارفه ان ده لحمه قطع ولا اللحمه اللي هعملها كباب حله ولا اللحمه الشرايح، فاهمين؟ فانا بكتب الاستيكر وبحطه. وبعمل نفس النظام كده برضو مع الفراخ. فمهما الطبق معايا يتلج او الصنف ده يتلج معايا، خلاص الورقه اللي مكتوبه عليه بتعرفني هو ده ايه. فبقدر ان انا اخد الطبق بتاعي بكل سهوله كده واطبخ، مفيش اي مشاكل خالص، ولا اطلعه بقى يفك واكتشف ان الطبق ده مش هو اللي انا محتاجاه وارجع اخليه يتلج تاني. وطبعا ده بيبقى غلط، الحاجه اللي تفك معايا من اللحوم ما ينفعش ان انا اتلجها تاني. عينت بقى الحاجه دي كده على طول في الفريزر، الجو حر واي حاجه كده، يعني اللحمه قسمتها وخلاص على الفريزر على طول، عشان خاطر الجو حر والحاجه ما تبص معايا او تغير لون او تعمل ريحه. لازم على طول حاجتك تعنيها في الفريزر اول باول. الفراخ بقى قبل ما ابدا ان انا اقسم اللحمه غسلتها كويس جدا كده ونقعتها. جبت فرختين، ما جبتش 3 فرخات. انا دايما بجيب كل شهر 3 فرخات. الشهر اللي فات ما جبتش معاكم عشان جوزي كان رافضها تماما، وولادي برضو كانوا عايزين فراخ، فقلت اجيب فرختين بس كده عبال ما الست اللي انا مكلماها بتربي يعني الفراخ في البيت وكده. فانا بحب اجيب الفراخ تربيه بيتي، بتكون افضل واحسن بكتير. فيعني عشان ما نخشش في تفاصيل، انتوا عارفين يعني الحاجه البيتي بتبقى انضف. فالمهم جبت فرختين بس، ماشي نفسي بيهم كده عبال ما تجيب لي الفراخ، يعني هتجيبها لي تقريبا كده على الشهر الجاي. فانا رحت بقى خليته مقسمها لي كده. البانيه طلعته لوحده، عملت بقى يا بنات والدبابيس لوحدها والصفح لوحدها، والكبده والقناصه برضو انا حطيتهم كده في طبق. المهم انا عملت بقى طبق كده، جبت صفحه طلعت فيها، حطيت طبق فيه الاجنحه ومعاهم صفحه كده قطعتها، والثلاث صفح التانيين حطيتهم مع الدبابيس كده في طبق. دول هعملهم في يوم كده كنتاكي او في صينيه كده بتبقى حلوه. وشلت الجلد بتاعهم يا بنات خالص، علشان خاطر انا سمعت الجلد بيبقى مش حلو يعني، فشلته واتخلصت منه. وكمان صدور يا بنات خليت صدر فرخه يقطعوا رقيق شويه ان انا هعمله بانيه، والصدر التاني خليته يقطعوه لي سميك شويه عشان خاطر ان انا هشويه في الطاسه. بس كده دي الوجبات بتاعه الفراخ. برضو 5 وجبات كده للفراخ، ومعانا برضو 7 وجبات للحوم. يبقى كده معانا 12 يوم لحمه وفراخ، غير طبعا السمك. فهيبقى معانا يعني ايه حوالي 15 او 17 يوم كده لحوم وفراخ وسمك، والباقي يبقى اكل اقتصادي. حاجه الحلوه بقى هنا يا بنات كده في التقسيمه اللي انا بعملها دي، ان وقت ما يجي الطبخ او انا هطبخ، بدل ما ابدا بقى من الصفر واحتار وهعمل اكل ايه واقسم واقطع، لا بطلع كده الكيس المناسب للوجبه اللي انا هعملها وابدا ان انا اطبخ على طول. ممكن حد يقول لي طب انا ممكن اشتري كل اسبوع؟ لا، انا جربت الطريقتين ولقيت ان لما اكون محدده الكميه من الاول بقدر اتحكم في الميزانيه اكتر، وما انزلش كل شويه واشتري حاجه زياده. كمان كل حاجه تبقى متقسمه، بيبقى الصوره عندي كده واضحه، انا صرفت كام وفاضل عندي ايه وايه اللي هيكفيني لباقي الشهر.
فالموضوع مش بس توفير فلوس، لا ده كمان توفير وقت ومجهود وحيرة. انا بالنسبة لي دي من اكتر الحاجات اللي بتريحني، خصوصا في المطبخ. لو حد محتاج يعني شغل طول اليوم وكده، فكل حاجة اقدر اجهزها من قبلها وارتبها كده، بتفرق معايا جدا. بكده بقى حبايب قلبي اكون خلصت معاكم مشتريات اللحوم للشهر وتقسيمها على وجبات كده زي ما انتم شايفين. لو انتوا عندكم رأي تاني او حاجة تانية حابين كده تفيدوا بيها غيركم، تقدروا تقولوا لي كده في الكومنتات. وعايزة بقى اقول لكم كده، لو الفيديو افادك واستفدت منه كده، ما تبخليش عليا حبيبة قلبي باللايك. بحبكم جدا جدا جدا. اسيبكم بقى في رعاية الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، مع السلامة.